مباراة صعبة لكن ما في شيء مستحيل بكرة القدم. يعني يدخلون مباراة سهلة وإن شاء الله راح نفوز. نفس الجملة يعني اوريدي احنا اللعيبة لما بدي اتكلم احنا نتناقش بين بعضنا كلنا كنا مقتنعين انه اليابان فارقنا بكثير ونسبة فوزنا عليهم 1% حتى ما في 0% كان. هل ترشح اليابان تفوز كأس آسيا في قطر؟ حاليا هو افضل شيء. اليابان حاليا افضل منتخب باسيا. اليابان كوريا. انت لما لعبت ضده شو وجدت قوته؟ مو قوته، السرعة، الذهنية، ما ادري. انا حسيتهم قاموا يتمشون بالملعب ما اعرف شلون يلعبون دارسين كرة القدم. يعني لما طلعنا من المباراة شوف منظر اليابان وشوف منظر منتخب سوريا احنا طالعين في فرق من السماء للأرض. نفسيا الواحد يفوز نفسيا. هم يسموها كوكب اليابان. لا اليابان شيء ثاني يعني. طيب خلي اليابان وكوريا الشمالية وميانمار هي مجموعة سوريا لو تستطيع يعني تحافظ على أفضلية فوزها مع كوريا الشمالية وتهزم ميانمار مرتين ممكن تتأهل كثاني المجموعة مع اليابان للتصفيات الآسيوية النهائية اللي حيكون فيها 18 منتخب ب3 مجموعات سداسية وبعدين في ملحق وفي قصة طويلة وحتكون تصفيات صعبة وصعبة جدا. هل ترى من فرصة للفريق السوري بأن يعني يمضي بعيدا في هذه التصفيات؟ لازم منتخب سوري يفوز على كوريا عشان يتأهل. على كوريا والميانمار طبعا. نعم. لازم أو يتعادل مع كوريا ويهزم ميانمار مرتين. ميانمار لازم تفوز عليهم خليها على جنب. كوريا ما لازم تخسر معهم بس تخسر انت راح تطلع. طيب نترك تصفيات كأس عالم ونجي لكأس آسيا. كأس آسيا في الدوحة. أنت محترف في النادي العربي تعرف أجواء الدوحة ومتعود عليها والجمهور بيحبك هنا. والمنتخب السوري في مجموعة تضم أستراليا أوزبكستان وكلاهما قوي والهند المتطورة لكن هناك فرصة للتأهل للدور الثاني لأول مرة في تاريخ المنتخب السوري. قوي مو بس متطور وقوي. نعم هناك فرصة للتأهل للدور الثاني لأول مرة في تاريخ المنتخب السوري على الأقل كأفضل ثالث يعني لازم يفوز مباراة على الأقل مثلا مع الهند. كانت المفاجأة الصاعقة قبل أيام أن المنتخب أعلن أو الاتحاد أعلن أن القائمة تخلو من اسم عمر السومة ولم يقدم أي تبرير رسمي. كلنا صدمنا كلنا ما فهمنا. شيء يشبه لو تأتي منتخب مصر والله تقدم تشكيلي بدون محمد صلاح أو تقدم منتخب الجزائر بدون رياض محرز أو تقدم أي منتخب عالمي بدون نجمه. مهاجم تتمناه كل المنتخبات الآسيوية. مهاجم ليس في وجهك طبعا لكن نحن نتكلم حقائق هنا والأرقام. أفضل مهاجم سوري قائد المنتخب هداف المنتخب فجأة بدون شكرا حتى يمكن ما سمعنا شكرا لا جزاء ولا شكورة فجأة اسمه خارج منتخب بكل بساطة. والمسألة ليست بسيطة. المسألة كانت صدمة للجمهور السوري والعربي الحقيقة ولكل وسائل الإعلام. تعليقك على هذا الأمر؟ أنا تكلمت يعني إنه قرار المدرب أنا أحترمه. خلي المدرب على جنب وبالنهاية يعني هو اللي يشوفه مناسب من اللعيبة يختارهم. لكن الاتحاد الكرة ليش توافقون؟ أنتوا شلون وافقتوا على هذا القرار؟ ما ناقشتوا المدرب ما سألتوا إيش الأسباب. أنا اليوم عمر أريد أعرف السبب. يعني أكيد في سبب قوي عشان بدك تستبعد لاعب من القائمة. فأنا ماني عارف. مو أي لاعب يعني مع احترام للجميع. ما أريد يعني أتكلم. إيه طبعا أنت ما تتكلم عن نفسك لكن الناس عم تتكلم عنك. أنا اليوم أنا واحد من الجمهور السوري أريد أعرف ليش استبعد عمر السوري. اقنعونا إحنا كجمهور سوري اقنعنا ليش تستبعده. أنا لعبان كل المباريات البعض حكى عن مباراة اليابان إنك طلعت بين الشوطين بدلك ورحت غرفة الملابس وما رجعت على دكة الاحتياط حكينا على الواقع هذا. علاقتي مع المدرب جدا جدا ممتازة ولا صار بيني وبينه ولا أي خلاف بالعكس ضحك ومزح وأنا أكثر لاعب أمزح معه مع المدرب ويتقبل مني كل شيء. مباراة اليابان أنا قبل المباراة بيوم قال يعني عمر بكرة راح أبدلك بين الشوطين. أنا استغربت صراحة. أنا بحياتي ما سمعت مدرب يبدل لاعب قبل المباراة بيوم. صح ولا مو صح؟ مباراة ودية ممكن يعني مباراة ودية وعملها قبل. لكن مباراة كأس عالم مباراة ودية قبل رجل عندي قال عمر راح أسحبك بالدقيقة الفلانية اللي تشوفه. لكن تصفيات كأس عالم تصفيات مباراة رسمية. أنا تفاجأت صراحة حتى تكلمت مع الشباب غرفة يا أخي شلون المدرب يطلب مني كنا طلعني برا جو المباراة يعني من الوقت من قبل المباراة بيوم أنا طلعت برا جو المباراة شلون يجي لعندي ويبدلني قبل ما تبدأ المباراة. فأنا والله ما تكلمت معه اللي تشوفه كابتن حتى شبكني وطلعنا نمشي أنا وياه من الملعب ونضحك ومع الكابتن محمود فايز ولا في أي شيء. سحبني المدرب بين الشوطين مثل ما تكلم قبل بيوم. أنا اللي بين ما تحممت وعملت مختص ثلج بعد الشوط الأول بعد ما تبدلت يعني. أنا طبعا هو إمتى قرر التبديل عد ما خلص كلامه بين الشوطين. يعني هنا كان خالص ربع ساعة اللي هي الإجازة الوقت الاستراحة. نعم. فلما طلعوا اللعيبة سلمت عليهم يلا موفقين يا شباب. عملت مختص بارد تحممت صليت طلعت. أنا حتى والله الهدف الفاول ما شفته أنا كنت جوه. فطلعت كان تقريبا بعد على الشوط الثاني يمكن ربع ساعة.
فما اخبي عليك يعني انا تكاسلت اروح وكانت المباراه شغاله ويعني انا الدكه على الطرف الثاني، فانا وقفت هون عند الرابطه تحت الرابطه كملت المباراه كامله يعني ما في ولا اي شيء بين. انا تفاجات كيف الناس تتكلم وتمنيت ان المنتخب يطلع ويوضح انه لا ما في اي خلاف يعني ما خلعت قميص وانا ما صح لي ورميته بغرفه الملابس وقلت انا مش حلعب الشوط الثاني، ما حصل الكلام. ما صار ولا شيء، بالعكس المدرب من اول ما استلم اول معسكر اللي معاه اجتمع معي محمود فايز المدرب قال لي عمر احنا جايبينك معانا اداري وكابتن ومساعد انه وريدك تساعدنا بكل شيء، اي شيء تشوفه تعال بحق لك تناقشنا. ما ناقشته انا باي شيء يعني يمكن بس مباراه الصين، فانا تناقشت انا والكابتن محمود لما رجعت على قطر قلت له كابتن حرام كان راح تروح مباراه الصين الوديه لان احنا مع ماليزيا كنا ربحانين 2-0، فقلت له انتم ضليتم لل 90 دقيقه وانتم تلعبون مهاجمين خلاص اسحب مهاجم لاعب وسط يعني اللي راحت المباراه مباراه ماليزيا. مباراه الصين نفس الشيء سحبتني نزلت على الدالي خليته هو وساميه يلعبون لين انصاب ساميه ورديت سحبته وما نزل لاعب وسط حتى نزل جناح يعني كنت نتناقش معه انتوا يعني انا لما حكيت مع بدايه حديثي قلت له انت تتقبل مني اتكلم يعني ما تزعل قال لا 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 اللي بدك يا احكي. فقلت له مباراه الصين كان راح تروح حرام يعني كثف النص محمد عثمان تعب بالمباراه هلك هو وثارك روما نزل واحد يساعدهم بالنص اسحب مهاجم نزل لاعب وسط وحرر المهاجم. هو المدرب يعني ما بدي اتكلم عشان ما الناس يفكرون متضايق منه او في مشكله شخصيه لا 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 ابدا يعني بس المدرب ما يحب يهاجم هو متهم انه عقليه دفاعيه يعني انا تمرنت معاه صار لي 8 شهور او 9 شهور يمكن تمارين الهجوميه مره او مرتين عملناها كل تمارينه دفاعيه ويلا تقسيمه التمرين ما كنا نتعب وانت اصلا كمهاجم ايضا عندك واجبات دفاعيه ما كان يطلب مني مهام هجوميه اصلا انا ولا اتذكر طلب مني مهام هجوميه كان دائما يطلب مني مهام دفاعيه كيف اوقف بحاله دفاعيه ولا مره طلب مني مهام هجوميه. هو رجل درب مصر واوزبكستان ودرب كثير منتخبات وكثير انديه وفي ايطاليا لكن متهم بانه اسلوبه دفاعي فعلا هو يعترف يقول لك انا زلمه دفاعي هو نظام المدرب انا ما بدي افوز المهم ما اخسر بس هذا الشيء غلط يعني كره القدم ليش محتاج تفوز في بعض الفوز انت المباراه قليل المباريات تسكر عشان لا تخسر او تكسب نقطه مثلا بس مباراه وديه. طيب بعد ما ظهرت القائمه هل اتصلت باحد هل سالت احد من الاتحاد من المنتخب هل تواصلت مع احد هل تواصل معك احد؟ ما حد تواصل معي ولا انا تواصلت مع حدا تواصل معي يعني محبين اصحابي اصدقائي ما بدي اذكر اسمائهم يعني ما اعرف قالوا لي راح نحاول نتكلم مع الاستاذ عبد الرحمن خطيب نحاول نشوف اذا في امكانيه للرجعه ما اعرف ايش. فانا قلت له يعني خلاص يعني انا طابت نفسي يعني بعد الشيء اللي عملوه ما عاد شلون بدي ارجع العب يعني وخاصه مع المدرب نفسه.